المنتخب السعودي بهدفين لهدف. الآن إعاقة وحكم المباراة يوقف اللعب، إصابة للاعب المنتخب السعودي، والقرار جاء من حكم المباراة بركلة جزاء في هذه الكرة. المنتخب السعودي يحصل على ركلة جزاء من خارج منطقة الجزاء، ثم يعطي الإذن لسعد حقوي لتنفيذ ركلة الجزاء. سعد يلعب كرة، كرة مرت بعيدة من سعد حقوي إلى خارج أرضية الملعب. يعيد فيها الفرح بالنسبة للجماهير اليمنية الحاضرة التي تصنع بعض الأجواء. مدرب المنتخب اليمني محمد البعداني يعطي توجيهاته. جاء المنتخب السعودي الآن المحاولة الضغط على حمل الكرة، لكن ما زال يسيطر عليها سلطان عيسى، ولو أنه سلطان طبعا بالغ بعض الشيء في الاحتفاظ بالكرة الماضية، لكن في النهاية تدخل مع لاعب المنتخب اليمني اللاعب محمد الروعة. البطولة التي توج فيها النصر على حساب الهلال بالمباراة النهائية على هذا الملعب. الكرة اللعب لكنها إلى خارج أرضية الملعب. أيضا منافسات كأس آسيا للشباب شهدتها هذه المدينة. المنتخب الألباني الذي جاء ضيفا في هذه البطولة، وكرة اللعب بالراس لكنها واصلة باتجاه حارس المرمى، واصلة باتجاه حارس المرمى. كرة بالراس عدت بطولات اتحاد غرب آسيا. الكرة اللعب على الجهة اليمنى فيها اوفسايد، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب اليمني. تقريبا تشكيلة مشابهة بالنسبة للمنتخب السعودي، يتحتم على عناصر الأخضر الشاب وصقورنا الصغار. الفوز بهدف ليلعب بعد ذلك الأخضر المنتخب الأول مباراة يعتمد على محمود البري بشكل كبير. دائما خانت حراسة المرمى هي محجوزة لمحمود البري. صافرة وإعلان وجود خطأ، ركلة حرة مباشرة في صالح المنتخب اليمني. لعبت الكرة المنتخب اليمني طويلة في الأمام، التغطية حاضرة والكرة ما زالت فيها خطورة. تمريرة خاطئة عادت للمنتخب. انطلاقة للأخضر، كرة فيها صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة. تلعب الكرة لصالح منتخبنا الوطني من الجهة اليسار. العرضية مرت من الكل، العرضية الماضية واصلة منتخب اليمني. حقوي مرت بعيدة عن المرمى، عدا ذلك ليست هناك من هجمات خطرة في شوط المباراة الأول. هذه أول كرة مباشرة من جانب المنتخب اليمني، لكنها مباشرة باتجاه حارس مرمى المنتخب السعودي محمود البري. شوف اللقطة من جدارات الثاني. عندنا في الأخضر نواف الغريميش في دكة الاحتياط، عندنا سعود هارون، علي الفهمي، طلال حجي، زياد الغامدي، راكان بن جمعان، وسعد المطيري، وحسن مسلم، ورامز العطار، وخالد حداد، ومحمد الحكيم. في المباراة للطرفين لا أحد يستفيد من الركلات الركنية. إبعاد رائع من محمود البري، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة يا سلام على التمريرة واصلة إلى منطقة الجزاء. العرضية الله، سعد حقوي عوضها بهدف جميل في كرة من بدايتها كانت رائعة بين الصقور الخضر والشبان الأخضر. تمكنوا من تسجيل أول الأهداف. سعد حقوي اللي أضاع ركلة الجزاء في بداية المباراة يعود لتسجيل أول أهداف المنتخب السعودي في كرة رسمت بصورة رائعة بين عناصر المنتخب السعودي. شاب سعد أنهاها للجهة اليسار إلى تمريرة، محاولة باكورد لكن الكرة مقطوعة. عادت من جديد الكرة للمنتخب اليمني. بسام أرسل كرة طويلة في الأمام، محاولة لصالح المنتخب اليمني إلى صافرة، ومخالفة ركلة حرة مباشرة للمنتخب اليمني في منطقة الجزاء. مرور وتقدم وكرة ملعوبة عرضية لمنطقة الجزاء بالراس. الله، عاد معها المنتخب اليمني لنتيجة التعادل في كرة كانت صعبة على محمود البري. إذا اللحظات الأخيرة في شوط المباراة الأول أهم في المباراة. المنتخب السعودي سجل لكن الفرحة لم تستمر. تمكن المنتخب اليمني من العودة بكرة راسية، لم يتمكن الأخضر من الحفاظ على النتيجة. محمد البراوني سجل هدف التعديل، 1-1 أصبحت النتيجة. استغل كرة عرضية لعبها براسية، ماني طويلة في الأمام. المنتخب اليمني يخطف كرة في الجهة اليمين وتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. أخطاء صراحة يجب الانتباه لأخطاء بالجملة للدفاع في المنتخب السعودي. هذا ما قد يمكن المنتخب اليمني من قلب النتيجة، ليس فقط العودة بعد أن تمكنوا بالفعل من العودة في المباراة بهدف التعديل. تسديدة مضت مكان الغامدي إلى محاولة في الجهة اليمين، فرصة لمنتخبنا الوطني، عرضية بمنطقة الجزاء مقطوعة. لكن في المنتخب السعودي بقية الأفراد هذه كرة ملعوبة بالرأس إلى خارج أرضية الملعب. المنتخب اليمني مع كرة ويحصل على مخالفة، ركلة حرة مباشرة. كرة ثابتة وبطاقة صفراء. اليمين إلى انطلاقة وتقدم، لكن الكرة
مقطوعة لتعود فيها صافرة، مخالفة، ركلة حرة مباشرة. كرة ثابتة، لعبت كرة ساقطة إلى منطقة الجزاء، إلى محاولة لكنها عدت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تلعب خطيرة المنتخب السعودي. ممتازة المتابعة كانت من طلال حجي البديل في شوط المباراة الثاني. أسامة حارس مرمى المنتخب في مصلحة عناصر المنتخب اليمني الآن بمنطقة الجزاء. الضغط على حامل الكرة، مقطوع الكرة لتعود للمنتخب السعودي من الناحية اليسرى. تمريرة، محاولة المرور وصافرة، مخالفة، ركلة حرة مباشرة. في شوط أفضل، كرة اللعب واصل أسامة بعدها تعود من جديد، تسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. التسديدة الماضية للمباراة. الكرة اللعب ساقطة إلى منطقة الجزاء. الضغط أصبح كبير على مرمى المنتخب اليمني في مصلحة عواد أمان. أرسل كرة إلى منطقة الجزاء. الله، مرة أخرى المنتخب الشعبي يتقدم في المباراة. النتيجة أصبحت 2-1. قلت لك بأنه الأفضلية في شوط المباراة الثاني واضحة لمنتخبنا الوطني اللي صار بشكل أفضل في شوط.